عليكم، ازيكم يا جماعه؟ صلوا على النبي يا جماعه. انا دلوقتي عند ميدان النافوره، في اخر شارع 9 او في اول شارع 9 من اللي جاي من صلاح سالم. ونازلين دلوقتي على ايه؟ على نزله المقطم. نازلين بقى تحت على القاهره بقى، ونازلين صلاح سالم، وهيبقى في وشنا على طول بقى الايه، القلعه. فانا بقى ايه، قلت اصور لكم النزله بتاعت المقطم علشان انا من زمان ما جيتش المقطم، فاظبطكم. فانتوا صلوا على النبي كده، وبسم الله جولتنا تبدا. ويلا بينا. الجولة مبتديينها من عند ميدان النافورة بمنطقة المقطم. عملت لكم شوية جولات ورا بعض كده في اليوم ده. النهارده 9/1/2025. قلت أظبطكم إن شاء الله كده. إيه، هننزل جولتين جولتين كده. طبعا الكلام ده المفروض كنت أقوله في أول جولة، بس يلا، ما حصلش نص. مش في واحد بيبيع شجر الكريسماس، والكريسماس خلص الآن. ميدان، احنا ده كده في المقطم، في نزلة المقطم، بس ما اعرفش الميدان ايه. تقول الآن احنا في الدام، بس نسيت الميدان. دي نزلة بقى المقطم يا جماعة. نزلة المقطم في 2025. طبعا النزلة دي متجددة من زمان، أول 2024 متجددة ومتوسعة ومتظبطة. السرعة بقى فيها 50، فيها رادار ثابت 50، علشان ما تلبسوش في الحيطة. الناس اللي نازلة تدوس على الفرامل وهم نازلين. كده احنا نازلين صلاح سالم، شارع صلاح سالم، من المقطم لشارع صلاح سالم. نعمل لكم جولة كده جميلة. ممكن نروح لحد مثلا ايه، لحد حديقة الأزهر مثلا ولا حاجة. بس أنا بمشي 50، أنا دايس فرامل والعربية ماشية أصلا 60. مش كده مش كده. طبعا الناس دي كلها هتلبس، بس مش هتلبس دلوقتي، لما بتروح تجدد تعيط. لو دخلنا شمال كده يا جماعة من المنطقة دي كده، عند التبة دي كده شمال، هنروح الدائري. دخلنا يمين هنروح صلاح سالم. احنا رايحين بقى مروحين خلاص. أنا خلصت جولاتي كلها. نخش بقى يمين كده، طريق صلاح سالم، منطقة القلعة بقى، حديقة الأزهر. كده احنا عملنا شوية جولات النهاردة، جامدين جامدين جامدين. بصوا يا جماعة عشان تعرفوا، أنا قلت لكم السرعة هنا 50. بصوا مكتوب إيه على إيدي اليمين. بصوا مكتوب إيه، مكتوب إيه. صدقتوا ولا ما صدقتوش؟ 50. 50. نزلة المقطم. شايفين النزلة يا جماعة؟ النزلة بصوا عاملين روعة، روعة. حاجة كده جميل جمال ملوش مثال. شايفين الرادار بقى الثابت اللي أنا قلت لكم عليه على إيديها اليمين أهو. هنا بقول لك 50، وهنا مثبت لك رادار. هتنزل واصلا نازله صعبه قوي، الناس لو سابت الفرامل بقى بتعدي ال 50. شد حسابك يا باشا كده وامشي على اليمين واحده واحده. شايفين الرادار واقف فين اهو؟ بس بتحذرك الاول، هتلبس لو جريت اهو. يا باشا احنا زي الفل. نزلة المقطم 9/1/2025. في هنا يا جماعة كده على ايديا اليمين هنا، يعني ايه، زي مغارة كده داخلة لجوه. حاجة كده يعني روعة، ينفع تصوروا فيها أفلام. مغارة هنا على ايدي اليمين في قلب الجبل. هو شغل ايه، عارفين انتوا شغل ذئاب الجبل؟ تيجي تاخدوا لقطات هنا كده وتنده يا بدري كده. هو ده الشغل. انا حاسس ان في ناس عايشه جوه، والله العظيم. في حيطه جوه انا، بس انا خايف اخش هنا لوحدي يعني. مش اخاف دلوقتي، اخاف على العربيه. انا اخاف اخش واسيب العربيه. لو معايا حد هنزل عادي. لا ولا بص، في مغاره فوق هنا كده ايه، مرعبه.
مرعبة. الواحد ينفع يخش يصور في المقارنات دي يا جدعان؟ ينفع أجي أنا وحد بقى من صحابي يكون بيسوق، ياخد هو العربية يلف بيها لفة، وأكون أنا سواق خدت لي لقطتين هنا، طلع جن من هنا ولا أي حاجة، طلع عفريت كده. القلعة يا جماعة، بصوا شايفين القلعة؟ مسجد محمد علي والقلعة في وشنا. مسجد محمد علي والقلعة. خش بقى أقول لكم دلوقتي، النزلة الأولى دي تودينا مدينة نصر، النزلة التانية صلاح سالم، حاجة كده يعني أراجل الأراضي، تودينا شارع النصر لمدينة نصر. الشارع أصلا اللي أنا بصور منه الجولة وأنا جاي، هو يعتبر شارع الاستراد. تنزل كده طريق الاستراد، تنزل كده تحت، تنزل طريق الاستراد اتجاه مدينة نصر بقى، تروح شارع النصر بقى ورابعة بقى وعباس العقاد. احنا بقى نخش كده نكمل كأننا داخلين في وش القلعة على طول. قلعة صلاح الدين، وش قلعة صلاح الدين الأيوبي، وشنا اهي السور. في الناس بقى لما بتيجي تخش كده علشان تهجم على الجنود، شايفين الفتحات دي كده؟ كانوا بيدوهم كده بالبنادق أو بالسهام أو أيا كان بقى الأسلحة دي كانت معاهم، من الأخرام اللي موجودة دي. اضرب. خش بقى يمين كده، كده احنا في صلاح سالم يا جدعان. ده شارع صلاح سالم عند القلعة. كده احنا نازلين على ايه؟ على حديقة الأزهر، الأزهر بنك. ونفس الكلام على فكرة، يعني لو انتوا دخلتوا من الدخلة اللي هناك دي هتروحوا مدينة نصر، شارع النصر. ولو دخلت يمين الجاي ده كده برضو هتروح شارع النصر، يمين ده. شايفين يمين ده كده؟ مش كده من في تحت كوبري كده، وناس بتبيع خراطيم كده كتير قوي، محلات بيبيعوا خراطيم، خراطيم بتاعت المية. كده يمين شوف. خش بقى احنا من تحت كده، قصر المهدي. قصر المهدي، ماشي يا مهدي. خش كده يا جدعان مع بعض. على ايدينا اليمين طبعا مدافن، وعلى ايدينا الشمال مدافن، وعلى ايدينا الشمال القلعة. بس صلاح سالم، شارع صلاح سالم. طبعا الشجر اللي في وشنا ده الازهر بقى، الشجر اللي هناك ده الازهر بقى. منطقة الازهر بقى. اوريكم بقى طبعا الدخلة بتاعت حديقة الازهر. الجو ده يا جماعة، جو الشتاء ده، عايز بقى الواحد ينزل مثلا من البيت الساعة 11 وهي الشمس بتسخن كده، ويجي يقعد بقى في حديقة الأزهر، يروح القلعة، يروح الهرم، المناطق اللي هي إيه مفتوحة دي. الشمس بقى تدفيك. النهاردة أصلا الجو جميل جدا، جو مشمس ولذيذ ممتع. السرعة 60 هنا. هنا بقى على إيدي اليمين كده يا جماعة، المناطق دي كلها مدافن، والأوبب اللي هي أنا كنت بقول لكم الأوبب دي معرفش عاملينها ليه. طبعا في ناس عندنا في القناة معلمين عارفين كل حاجة، قالوا لنا إن الأوبب دي بتاعت البشوات، بتاعت الناس المبروكة، الناس اللي هي الناس الأغنياء يعني، الناس اللي معاها فلوس، والناس الشيوخ الجامدين الكبار هم بيعملوا لهم قبة زي كده، قبة مش عارف الشيخ مين وقبة الشيخ مين، زي القبة اللي على ايدينا دي. طبعا احنا هنا كده يا جماعة عند مشيخة الأزهر، منطقة مشيخة الأزهر بصلاح سالم. وده بقى كوبري الأزهر، قصدي نفق الأزهر، بطلعوا من هنا كده على ايدينا اليمين، الناس اللي جاية من وسط البلد يطلعوا كده معانا. مشيخة الأزهر الشريف على ايدينا الشمال.
ودار الافتاء والكلام ده، المباني اللي انتوا شايفينها دي دار الافتاء المصرية. شارع صلاح سالم يا جماعة، يوم 9/1/2025. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، حركات حلوة بقى. يعني النهاردة أنا عداني العيد شوية جولات ورا بعض في الجول. يعني دي هتبقى آخر جولة فيهم النهاردة. اللي شاف الجولة دي يرجع بقى للجولات اللي قبلها، هيعجبوا شوية فيديوهات كده بقى في المقطم وشارع طريق الاستيراد وزهراء المعادي. عاملين شغل عالي النهارده كده. بس ما تنسوش بقى تعملوا لايك، ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الإشعارات بقى اللي أي حاجة بنزلها كده. بس كده يا جماعة، يلا مع السلامة.